واحد اثنين ثلاثة. ايوه شوفوا شو نشر مقطع. مين اللي نشر مقطع؟ هذا. وهذا مين اللي بالفيديو؟ اخته. هذا نشر مقطع لاخته على هذا الشكل. شوفوا من الاول، اللي غير بالغ لو سمحتوا يطلع من المقطع، لو سمحتوا، لانه في اشياء راح تنعرض بهذا المقطع. كل فيديوهات عبودي صارت للبالغين، عارفين؟ وكل الحكي اللي راح احكيه كمان للبالغين، فهذا الكلام اكيد ما بيناسب الجميع. لو سمحتوا اللي غير بالغ او اجواء عائلاته مع عائلاته مش عارف شو، لا خلص بلا الموضوع، يطلعوا من المقطع. على اي حال اللي ما بيفهم بهالاشياء ما راح يفهم علي شو راح احكي، بس اللي بيفهم عارفين خلص حوار بالغين ماشي. هيا بنا. العقاب هنا ينتظر عيوشة. اقعدي على القارورة هذه يلا الحين. ايوه يلا واحد اثنين ثلاثة. ايوه لا وش سويتي في القارورة؟ يا الله يعني انه انت خجلتي، صح؟ انه خجلتي، وهذا عفوي المقطع. وانتو شوف يا عبودي يا حبيبي، خليني خبرك شيء مهم، لعل وعسى او لعسى ولعل انه هذا الشيء يحرك احساسك الميت. اوكي، خليني اعطيك الايجابيات والسلبيات من هذه الفيديوهات اللي انت بتسويها، وبعدها بصير القرار عندك. انت الوحيد اللي بتقرر اذا بتكمل بانشاء هذه الفيديوهات او لا. ركز معي. نبدا اول شيء بالايجابيات طبعا، لانه مثل ما بيحكوا انه الواحد لازم يطلع على القسم الممتلئ من الكأس، مش لازم يطلع على القسم الفارغ. خلينا ايجابيين. اوكي، نبدا بالايجابيات. الايجابيات ما في ايجابيات، يعني الكأس طلع كله فارغ. اوكي، السلبيات من هذا الموضوع انه في قسم كبير من الشباب مستمتع على الاخر بفيديوهاتك، مستمتع بوجود اختك عيوش، ومستمتعين بكل التفاصيل اللي انت بتحطها بهذه الفيديوهات. وهذا الشيء انت يمكن تفكره ايجابي، لكن هو سلبي لانه انت عارف شو الموضوع. ثانيا انه الناس كلها بتتف عليك. ثالثا انه الناس بتتف على عيوش كمان، الناس بتتف على تربيتك. وخامسا ارباح من الفيديوهات ما عندك، انت ما في عندك اي ارباح من هذه الفيديوهات اللي بتسويها. يعني بايع شرفك مجانا، عامل تنزيلات. انت لو بايع بوكسرك المستعمل ما بتعمل كل هذه التنزيلات، عارف؟ خلص صار القرار حاليا عندك. انت اذا تحرك احساسك الميت ممكن انك انت ما عاد تنشر هذه الفيديوهات، لكن هو ميت، هو ما كمل. هذا خايف من القرار. يا عبودي لا تسوي فيها انه انت خايف ما انت متعود على هذه الاشياء. انت متعود على انت واجهتك صعوبات بالماضي اكثر من هيك كمان. بعد شوي راح اخبركم شو القصة وخبركم شو صاير معه، فلا تخاف من الموضوع لان انت متعود على الاشياء اكبر من هيك واكثر اتساعا. اكمل حبيبي. هذا ايش فيه؟ يلا عبود اقعد زي الناس. يعني تمثيلك بانك انت تألمت من هذا الموضوع غير مقنع، تمثيل غير مقنع. شو بسوي لك؟ لانه احنا عارفين انت شو. بس صراحة نزلت معلم. هذا الهبوط اللي انت سويته هذا هبوط انسان واضح انه عنده خبرة مسبقة بهذه المواضيع. طبعا انتوا اكيد لاحظتوا انه هو كاتب اختي ترقص لعيون عرب، وهون اكتشفنا نحن انه فعلا الاحساس ميت، مستحيل انه نستفيد شيء منها. بس انتوا ما انتبهتوا انه عبودي دائما مجهز الموز، ما بيستطيع انه يعيش هو عيوش بلا موز، فدائما بتكون جاهز بكل الظروف والاوقات. بس الاهم من هذا كله هذا الكائن اللي عبارة عن 4 عظمات موصولين ببعض بشوية ألتيكو. دائما كنت أسأل نفسي كاركتر الضفدع الأخضر منين جايبينه؟ يعني استغربت من هذا الموضوع. اليوم اكتشفت انه فعلا هذا الكاركتر وهذا الشكل مستلهمينه من عبودي. هذه حركات بني آدم بالله عليك، يعني الحركات اللي بيسويها. شوف انت اذا بنحط لك جهاز لاختبار الذكاء بصير الجهاز يدخن ويطلع منه ريحة بلاستيك محروق، لأنه في ناس بيطلع عند الاي كيو عالي مثلا، وناس وسط، وناس بالسالب. بس انت القسم المسؤول عن الذكاء عندك كله غير موجود. جوات راسك بظل يطلع صوت صدى، ما في دماغ لانه جمجمتك فارغة. سبحان. بتعرف يا عبودي، تعرف انه انت احد المعجزات اللي صارت بهذا الكوكب. انت اول انسان قادر على انك تتكلم وتشوف وتسمع بدون ما يكون عندك دماغ مسؤول عن هذه الوظائف. سبحان الله سبحان الله، ان الله على كل شيء قدير. جد لازم تذكر وتشكر ربك
وتتعظ من هذا الشيء. بس انت حمار، شوف كيف اذا انت يا دوب قادر تاكل كيف ممكن تفهم هالاشياء؟ خلص كمل شوف. يا جماعة شوفوا اليوم عندنا شو الكيبل عبودي صار موديل، شوفوا شلون تشوفون اكبر شو، اكبر فاشن شو في لا حول ولا قوة الا بالله. هذا عيب، جد عيب. يعني اغلب الناس بتسأل انه اهاليهم وين؟ ليش الناس بتستغرب انه هل الاهل موجودين او لا؟ موجودين بالطبع موجودين. والله كيف عرفت يا تيتو انه موجودين الاهل؟ دائما بذكروهم بالفيديوهات. وثانيا يعني بالعقل، البيت اللي ساكنين فيه لمين؟ لعبودي مثلا؟ هو مشتري هذا البيت، هذا ما معه يشتري شطاف لكرسة الحمام. هذا شكل واحد ممكن يفتح بيت. المهم إذا الأهل موجودين ليش موافقين على هذا الشيء؟ لأنه الأهل اللي لازم يتربوا. للأسف ما كنت حاب أحكي هذا الكلام، لكن الأهل أول شيء هن اللي لازم يتربوا قبل عبودي وعيوش، بعدين يبدأوا بتربية عبودي، لأنه ما في سبب يخليهم يسمحوا بهذا الشيء. طيب ما بيعرفوا مثلا أنه أولادهم بيعملوا فيديوهات؟ مستحيل. الاحتمال الثاني أنه ما يقدروا أنه يسيطروا عليهم أو يمنعوهم عن عمل هذا الفيديو، كمان مستحيل. شوف هذا شكل واحد متمرد، هذا شكل واحد أهله ما بيقدروا يمنعوه عن شيء أو يسيطروا عليه. هذا كف واحد بس بيغير له مسيرة حياته كاملة. تحكي لي والله إنه لا. الحين اختي راح تقعد على البلونة وتفجر البلونة، ولا تقعدي على الكيكة؟ وين تقعدين؟ على الكيكة، على هنا على البلونة. واو! اختي ترى قعدت على البلونة، الحين اقعدي على الكيك. على فكرة عيوش صارت غربال. ما ظل تحدي إلا ما تحدي موز 50 مرة عملت تحدي موز، تحدي خيار، تحدي القارورة تقعد على، ما ظل جهة إلا ما عملت فيها تحدي. جسمها صار كله تحديات. يعني هذا ما في جد، ما بيحس إنه ما فاقد عذريته. لولا ما هو فاقد عذريته ما بيسوي هذه الأشياء وبيقبل على نفسه هذه الأشياء. كيف صحيح؟ خليني أخبركم قصة عبودي وكيف فقد عذريته. ماشي، كان عبودي ماشي بالطريق، صفت جنبه سيارة فيها 6 أشخاص، سحبوه على السيارة. إنه هو حاول يقاوم أول شيء ما مشي الحال، سكروا الباب وأخذوه. هو بس شاف الأشخاص اللي أخذوه أصحاب وجوه بريئة انبسط، بحب هذه الأشياء، حكى إنه إن شاء الله يكون نفس الموضوع اللي ببالي. المهم فاتوا على مكان بعيد من شان أصوات التفاهم، لأنه كل واحد حابب يفهم عبودي إنه مش لازم يسوي هالفيديوهات. فاتوا على مكان بعيد، وبعدها كل واحد يتفاهم معه بطريقته الخاصة. يا حبيبي يا عبودي هذا الكلام ما بيصير، التعليقات كلها غلط والكل بيحكي على عيوش كانوا حنونين معه، ما كان يقتنع. آخر شيء تفاهموا معه 6 أشخاص سوا بنفس الوقت. وانتوا عارفين قسوة التعامل لهذا الحد ما بيصير. بسبب هذا الموضوع صار عنده رد فعل من الموضوع، وبدأ يغلط أكثر وينزل مقاطع غلط أكثر. وهذا اللي صار بالضبط. بس حبيت خبركم الموضوع. انتوا يمكن تشوفوا انه هذا المقطع طبيعي وعادي وما في شيء. لا، غلطانين. هذا اخطر مقطع نشره الكيبل عبودي بكل مسيرته. عارفين شو السبب؟ هذا دليل انه عبودي بلش يتعلم التصوير السينمائي، يعني قريبا ممكن يبدأ يصور افلام من هذاك النوع. شوف التصوير، صار يعرف يبني قصة لبداية الفيلم. بكرة بتلاقوه والله شو منزل فيديو لعيوش وهي فاتحة غطاء موتور السيارة وبتحاول تصلحها، وبتحكي أجنبي كمان. طبعا لأنه هنيك عند الأجانب المجال أوسع بهذه الأشياء. بتصير تحكي له hello can you help me to fix my car. بيجي واحد بيحكي له oh I can help you fix your everything, come with me to the house. هذا اللي بده يصير آخر شيء، صدقوني. وبس خلص خبرناكم كل شيء. أي مقطع حابين ترسلوا لي على الانستغرام، عملوا لي فولو منشان نفكس أي مشكلة بالمجتمع. أوكي يلا بيس.